everyone، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه خلاص العيد فاضل عليه يوم، وشهر رمضان بجد عدى بسرعه قوي، وان شاء الله يكون الايام كلها حلوه عليكم. فكره الفيديو النهارده هتكون بقى عن ازاي نحضر ايدينا ورجلينا بشكل كويس للعيد، وطبعا في كل الايام يعني، ولكن طبعا العيد ده بيكون ليه حاجات كده معينه اللي احنا نحضر بقى في كل حاجه، وبجد بتكون حاجات ممتعه جدا. فيلا بينا نبدا الفيديو هيكون منقسم لحاجتين، اول حاجه الايد وبعد كده الرجل. اول حاجه بقى نبداها ازاي نخلي شكل ايدينا كويس في كل حاجه بقى، طبعا بالايد بالضوافر، سواء برضو الرجل بالضوافر. فاول حاجه عشان نخلي شكل ايدينا كويس، اول حاجه بقى هنبدا بيها وهو التقشير بتاع الايد، طبعا باي منتج انتوا تحبوه، مش لازم ان انا هقوله في الفيديو، ولكن بس انا بقول لكم على اللي انا جربته وكان صراحه الافكت بتاعه حلو قوي. فاول حاجه يعني هنقولها هو ده السكراب بتاع ستاركي، هو النور ضارب فيه قوي بس هو ده يعني، ده بالالوفيرا. ده ليه حلو بقى يعني، انا لقيت منه ليه افكت حلو لان الحبيبات بتاعته حلوه، وطبعا ده مش هيتحط على الوش. طبعا اي حاجه اللي انا النهارده هقولها طبعا دي ما تتحطش على الوش، قصدي في السكراب يعني. الحاجات دي بتكون الحبوب بتاعتها خشنه، فطبعا ما ينفعش نحطها على وشنا، وبتكون حلوه بقى مثلا على الايد او رجل او ركب او كوع كده يعني. فهو ده شكله من جوه، فانا صراحه استخدمته كذا مره. انا عايزه اوريهولكوا هو بيبقى شكله عامل ازاي اهو. انا بس عايزه اوريكم الحبوب بتاعته قد ايه بجد بتكون ناشفه وحلوه، زي ما كنت بجرب معاكم. هو الحبيبات بتاعته هي ناشفه ازاي، فبجد مهما بتعملوه على ايديكم هو مش بيخربش الايد خالص، ولكن بس هو بيقشرها بطريقه حلوه، وبيخلي الايد بعدها بتكون حلوه جدا جدا، وبتكون ناعمه بطريقه كويسه جدا. وفي برضو سكراب حلو قوي من ايفا، اللي هو ده هينزل قدامكم على السكرين. صراحه هو ده حلو قوي، انا جربته قبل كده كان بجد تحفه. في كمان سكراب من بوبانا، اللي هو ده اللي اسمه ملح، يعني هو عباره كده عن ملح بس هو خشن قوي. بصراحه انا محبتهوش، يعني حسيت يعني الافكت بتاعه حلو بس هو بجد خشن قوي قوي على البشره، سواء برضو الايد او الرجل او الكوع او الركب زي ما قلنا، بس هو بجد ناشف قوي قوي بجد، فبصراحه محبتهوش. في برضو من بوبانا اللي هو ده، في برضو كذا منه كذا حاجه، ده برضو كان حلو قوي، والافكت بتاعه كان كويس جدا الصراحه. خلاص عملنا سكراب لايدينا، جه دلوقتي بقى وقت اللي احنا نعمل كده ماسك يفتح ايدينا ويخلي شكلها حلو قوي. وهو انا ماسك انا كنت لسه جايباه من فتره، جربت حوالي 5-6 مرات كده على ايدي ووشي ورقبتي، الصراحه الافكت بتاعه حلو جدا وعجبني. وهو الماسك من موبانا، اللي هو ماسك التفتيح ده من موبانا، وهو ظاهر قدامكم كويس اللي هو ده. هو في منه الاصفر وفي منه البينك وفي منه البيبي بلو، فبجد حلو. انا ده بس اللي جبته وجربته، انا حاسه ان هو كلهم هيبقى واحد يعني، مش عارفه الصراحه ايه الفرق، بس هو حلو قوي الصراحه يعني، الافكت بتاعه كان كويس. بصوا هو من جوه كريمي ازاي، هو كريمي قوي قوي بجد من جوه زي ما انتم شايفين. انا برضو هجربه لكم. بصوا هو كمان الحبه منه صغيرين بجد يعني بيفردوا جامد يعني. بصوا هو بجد بيكون على يعني الايد بقى، مثلا الايد او الوش او الرقبه، بجد بيبقى تحفه. بصوا حلو قوي بجد. خلاص بقى بعد ما عملنا السكراب والتفتيح جاء وقت الترطيب. فبجد ده من كير اند مور، ده تحفه بجد، حلو قوي الافكت بتاعه تحفه، انا صراحه بحبه جدا ده. بصوا انا مخلصاه ازاي، فبجد الافكت بتاعه تحفه والترطيب بتاعه جميل جدا. وفي برضو من ده من اوفوفا، ده برضو تحفه، خليه بقى اجربه معاكم عشان اللي فات ده كان خلصان. بصوا بجد كمان بيتفرد بسرعه وخفيف قوي قوي بجد على البشره، وبتمتص بسرعه يعني. بصوا هو خلاص كده امتص، بصوا بيسيب للبشره جلو كده حلو قوي، فصراحه هو حلو قوي وعجبني. وكمان الافكت بتاعه تحفه، فصراحه انا بحبه جدا. طبعا اللي احنا ليه لازم نرطب ايدينا، لان ايدينا بتتعرض للميه كتير جدا، سواء مثلا احنا في يعني بنغسل مثلا ايدينا كتير، او مثلا بنغسل المواعين مثلا، او مثلا بالوضوء، اي حاجه يعني من دي، فاحنا بنعرض ايدينا كتير قوي للميه، فاحنا لازم نرطب ايدينا على طول عشان ما تقشرش. جه وقت بقى الضوافر.
الضوافر لازم يكون عندنا تولز كده معينه. ايه هي الحاجات دي كلها؟ هي بقى ايه؟ اول حاجه لازم يكون طبعا موجود مقص زي ده كده، عشان اللي احنا مثلا لو عايزين نقص مثلا حاجه معينه في ضوافرنا نقص بيها. بس انا الصراحه مش بفضل المقص، بفضل القصافه تكون اللي هي دي، بفضلها دي بحس اللي هي امن يعني الصراحه، ومبحبش المقص. طبعا اي حاجه من دي لازم قبل ما استخدمها نعقمها كويس. في برضو حاجات مهمه جدا لازم تكون عندنا زي التول دي. بصوا هي شكلها عامل ازاي. طبعا يعني في ناس كتير بتتخض من شكلها، ولكن بجد هي عاديه خالص. دي ايه بقى يعني؟ هي بتعمل ايه؟ دي بتشيل الجلد اللي حوالين الضوافر، اللي هو بيكون هنا كده تمام حوالين الضوافر. ده لما تشيله بجد، انا قبل ما كنت يعني قبل ما كنتش بشيله بجد كان شكل ضوافري ما كنتش بحبها، بحس هو فيه كده حاجه غلط. فبعد بجد ما شيلته بجد شكل الضوافر بقى شكلها احسن، شكلها انضف. فبجد هي حلوه جدا. طبعا مش بنشيله هو الضوفر ناشف، مثلا بنحط اي حاجه مرطبه، اي مثلا اي مرطب اي حاجه، بعد كده نحطه، بعد كده نشيل الجلد الميت على طول، فهيطلع معاكم بكل سهوله. في حاجه كمان انا بحب احطها على ضوافري جدا. ايه بقى الحاجه اللي انا بحب احطها على ضوافري؟ احب ان انا ارطب بيها ضوافري. ده طبعا مش فازلين لان فازلين مقاطعه، ده اسمه جيلي فازلين. ده بجد حلو جدا. بحبه جدا بجد. انا احطه على ضوافري بيكون شكله حلو على الضوفر ده، بس عشان للترطيب. في بقى حاجه بتطول الضوافر وبتحسن مظهرها جدا جدا بجد، انا بحبها جدا، وهي القطره دي اللي اسمها نيل 15. دي تحفه بجد، تحفه تحفه بجد. دي الافكت بتاعها عظيم على الضوافر، فصراحه انا بحبها جدا. في بقى نصايح كده في كتير مننا مش بياخد باله منها، وهو الحاجه اللي احنا بنحطها على ضوافرنا زي ايه؟ النيل بولش. النيل بولش ده من اكبر المشاكل اللي احنا بنحطها على ضوافرنا، كل شويه نحط نيل بولش نيل بولش نيل بولش، فطبعا هو وحش جدا على الضوفر. والنيل ريموفر برضو اللي احنا بنشيل بيه النيل بولش، فده طبعا بيبقى غلط جدا على الضوفر. وطبعا برضو من الحاجات اولا ان هي حرام، وثانيا اللي هي غلط، وطبعا الاهم من كده هي حرام طبعا، اللي هي الضوافر اللي بتتحط على اللي هي الضوافر اللي بتتركب يعني، او الاكليريك. ده بيكون بجد يعني مشكله كبيره قوي على الضوفر. طبعا 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 هو حرام، فنبعد عنهم ونبعد بجد عن الحاجات اللي بتضرنا دي. وكده يكون الروتين بتاع الايد كله خلص. بعد كده بقى ندخل على الرجل هيتعمل فيها زي اللي احنا عملناه ده كله، ولكن هنزود بس حاجتين. اول حاجه واحنا بنبدا الروتين بتاع رجلينا، اللي احنا ممكن نجيب اي حاجه كده فيها ميه ونحط فيها ملح، وبعد كده نحط فيها اي شاور جل مثلا احنا بنستخدمه، وبعد كده نحط رجلينا فيه حوالي مثلا 10 دقايق ربع ساعه. طبعا هو بيفضل ميه سخنه، وبعد كده بس لما تبرد نحط رجلينا فيه، ونحط مثلا فيها كده رجلينا 10 دقايق ربع ساعه، وبعد كده نطلعها. وبعد ما نطلع رجلينا من الحاجه دي، في المبرد الرجل ده اللي هو ده هيظهر قدامكم على السكرين ده، يعني بنبرد بيه رجلينا من تحت، فبجد بيخلي شكلها حلو. وكده كده اصلا الميه دي بتسهل الجلد الميت اللي هو يطلع، فبيكون سهل جدا. بعد كده بقى نكمل الروتين اللي هو السكراب، بعد كده كريم قصدي يعني ماسك التفتيح ده. بعد كده بقى نرطب طبعا ايدينا ورجلينا بنفس الحاجه عادي طبعا، اللي هو ده الحاجتين دول، او اي يعني مرطب احنا عايزينه. وبرده الحاجات بتاعت الضوافر هكذا نفسه اللي قلناها. وكده يكون احنا قلنا كل النصايح بتاعت الايد والرجل، واي كده حاجه للعيد ان شاء الله تبقى حلوه. وكده يكون الفيديو خلص كله، واتمنى ان انتوا استفدتوا من كل النصايح دي. وكل سنه وانتم طيبين، اشوفكم الفيديو الجاي. باي.